بتحس ان الحبايه بتقف في زورك ومش عارف تبلعها؟ تعال انا بقى عندي الحل. في ناس كتيره قوي بتقابل مشاكل بان هي تبلع الحبايه الكبيره زي ديت، ودي عند ناس كتيره قوي. خلينا نفكر مع بعض في العوامل المختلفه اللي تخلي حبايه زي دي تقف في زورك او ما تعرفش تبلعها. ممكن يبقى ولد صغير او عنده ذكريات مع حبايه زي دي وقفت في زوره قبل كده فيخاف يبلعها. لو في جفاف في بقك او حلقك هيخلي البلع صعب. حجم الحبايه الكبير او ملمسها لو خشن شويه يخليها تقف في زورك. جرب طريقه اسمها الميل الامامي. تاخد حبايه زي دي تحطها في بقك، تاخد شويه ميه، تميل لقدام تبلعها، هتخش في زورك على طول. دي طريقه رقم 1. ممكن بقى حبايه زي دي احطها في بقي كده، شفاطه زي دي، فتكون سهله عليا لان تركيزي كله ومخي كله تركيزه في طرف الشفاطه مش في الحبايه اللي جوه اللي هتضايقني. ممكن نتدرب بقى في البيت ان احنا نجيب قطع جيلي صغيره نبلعها، فدي هتمرنا ان الدواء يعدي بسرعه. في بعض الصيدليات بتبيع جل بتاخده مع الحبايه بيزحلق الحبايه فتعدي في الزور بسرعه. ايه بقى اللي ما تعملوش؟ ما تحاولش تبلع الحبايه وهي ناشفه من غير ما يكون في بقك ميه او عصير. اوعى تكسر او تطحن اي دواء من غير ما تسال الصيدلي اذا كان ينفع اعمل كده ولا لا. واخيرا بقى لو المشكله مكمله معاك تقدر تسال الدكتور لو ينفع يحولك الاقراص او الكبسول لشرب. لو عندك سؤال عن دواك اكتب لي في التعليقات او تعالى زورني في الصيدليه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا وعايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. اشوفكم الحلقه اللي جايه.